السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ فيديو النهارده بجد خطير. ازاي نحول الفراخ المسلوقه للفراخ مشويه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنعمل تتبيله خطيره، سهله بسيطه جدا، بس طعمها وريحتها في منتهى اللذاذه والجمال. اللي هياكل منها يا جماعه مش هيصدق ان دي كانت فراخ مسلوقه. شايفين الجمال؟ تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف التتبيلة الخطيرة بتاعة الفراخ المسلوقة اللي هتبقى مشوية بإذن الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. زي ما انتم شايفين هنقول دلوقتي التتبيله الخطيره اللي هتخلي الفراخ المسلوقه فراخ مشويه، حاجه كده بجد خطيره. حطينا البصل، عندي بصلايه صغيره مقطعاها طرنشات، وعندي طماطمتين اتنين برضو مقطعاهم، وادي الثوم كمان، حاجه كده بجد. التتبيله خطيره يا جماعه، خطيره بجد. خلاص حطيناهم في الخلاط، هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بمعلقه كده من الثوم البودر والبصل البودر، ومعلقه صغيره من القرفه، هتديها طعم حلو قوي قوي، وكمان ايه، معلقه من الفلفل الاسمر. تمام، وادي كمان معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ومعلقه من السكر، رشه بسيطه كده من السكر، معلقه صغيره خالص، بتسكر لي الحاجه صراحه وبتخليها طعمها زي السكر. وعندي ايه كمان؟ وعندي ايه، معلقه كده صغيره من الملح. طبعا الفراخ مسلوقه يا جماعه ومتملحه تمام كده. وعندي ايه كمان؟ عندي نقطتين كده او معلقتين من الزيت. بسم الله، اهو بالشكل ده هيدوا لمعه حلوه قوي للفراخ. وعندي كمان معلقه صلصه. بسم الله، حابه تحطي صلصه ماشي، حابه تحطي كاتشب ماشي، ايه اللي يعجبك. عندي هنا معلقه من الصلصه اهي كده تمام. وعندي نص معلقه من، وعندي نص ليمونه، وادي نص ليمونه يا جماعه، نعصرها كده كويس اهي بالشكل ده. تمام، التتبيله دي مش بصراحه، جربيها وهتدعي لي، خطيره بجد. وعندي كمان نص كوبايه من الشوربه بتاعه الفراخ، هبتدي انزل بيها. تمام، وهاخد ده كله على الخلاط ونضربه. خلاص ضربنا كل حاجه زي ما انتم شايفين، اللون جميل. عندي بقى الفراخ هنا اهي، هبتدي انزل بقى بالتتبيله الخطيره دي. تمام، بسم الله، نبتدي ننزل بقى كده، ندلق بقى على الفراخ كده. الله على جمال التتبيله يا جماعه، بجد ريحتها خطير. بصوا الجمال، خطيره بجد. اهو كده كويس جدا. هبتدي بقى ايه، اظبطها كده، الحته اللي ما فيهاش خلطه ببتدي اوديها. تمام، اظبط الدنيا كده. عندي اخر حاجه هحطها يعني على الفراخ بصلايه كده طرنشات. عندي بقى بصلايه زي ما احنا ما قلنا كده، طرنشات جوانح، عاملاها بقى دعكها بايه، بحبه فلفل وحبه ملح صغيرين كده. تمام، وببتدي ان انا ايه، هنزلها كده على الفراخ. بصراحه بتدي طعم حلو برضو للفراخ، وبيبقى شكلها حلو في الصينيه. انت حابه تعملي الخطوه دي مفيش مشكله، مش حابه برضو مفيش مشكله، اللي يريحك. تمام بالشكل ده، بس كده تمام. واوزع بقى الخلطه زي ما قلنا كده على الفراخ، كل الفراخ نشربها بيها. تمام وزي الفل. وهاخد الفراخ الجميله بتاعتنا دي، ندخلها على الفرن بقى، تاخد ايه، تاخد لون جميل. وهنشوف بقى بعد ما تخرج من الفرن التتبيله الخطيره دي عامله ايه في الفراخ يا جماعه. تمام، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله عليها. ندخلها الفرن بقى ونرجع لكم. وادي كده صينيه الفراخ بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لك ريحتها مفحفحه جدا صراحه. التتبيله خطيره خطيره بجد، جربيها والله ما هتندمي، حاجه كده بجد في منتهى اللذاذه. شايفين الشكل اهو بيتكلم عن نفسه. وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل.
لو عجبك الفيديو ما تنسينيش طبعا بتشريفك ليا في القناة بالاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.